أبطال تالتة إعدادي عاملين إيه يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله هناخد أول درس عندنا في المنهج بتاعنا وهو قوى القوى. عايزين نفتكر بس الأول بعض الحاجات كده، تعالى كده نفتكر مع بعض شوية حاجات. إحنا خدنا يا شباب في سنة 6 ابتدائي مفهوم الأس، وعرفنا إن إحنا عندنا لما يكون 2 أس 3 معناها إن الاتنين اتضربت في نفسها 3 مرات فبقت 2 في 2 في 2. ده كده اسمها 2 أس 3، والاتنين ديت كانت اسمها الأساس. اسمها إيه؟ الأساس، والتلاتة اسمها الأس. فكنا بنقول 2 أس 3 يعني 2 اتضربت في نفسها 3 مرات، 2 في 2 في 2 فهتساوي 8. طبعا كلنا خلاص افتكرنا. طب لما نقول 3 أس 3، 3 أس 3 يعني يا مستر هنضرب التلاتة في التلاتة في التلاتة. ونقول يا شباب إن ديت القوة التالتة للتلاتة، القوة التالتة للتلاتة، 3 أس 3 يعني القوة التالتة. وخدنا شوية قوانين، كانت أولهم القانون بتاع الضرب والقسمة، بس كان لازما نكون الأساس بتاعنا شبه الأساس. الأساس شبه الأساس، ركز معايا. لما نيجي يا شباب نضرب أساس شبه أساس فبنعمل إيه في الأسس؟ نجمع الأسس. يعني هنا نجمع الأسس. فمثلا لما نقول 2 أس 3 في 2 أس 4 هنعمل إيه؟ هنخلي الاتنين الأساس الواحد دوت يفضل زي ما هو، ونجمع 3 زائد 4 7، فيبقى الناتج بتاعي 2 أس 7. أما لما نيجي نقسم أساسات متشابهة نعمل إيه؟ برضك نفس الكلام، بس المرة دي بنطرح الأسس، بنطرح الأسس. فأنا لو عندي 2 أس 3 على 2 أس 2 فهنطرح الأسس، فهتبقى الاتنين و3 ناقص 2 1 اللي احنا مش بنكتبه، يبقى الناتج بتاعي 2. وديت أول قوانين احنا خدناها في الأسس في أولى إعدادي، اللي هي ضرب وقسمة الأساسات المتشابهة. جميل أوي. خدنا بعد كده شوية ملحوظات مهمة جدا. عندنا يا شباب أي حاجة في الدنيا، أي عدد في الدنيا أس صفر بيساوي 1. أي عدد، مهمة أوي، مهمة وهنحتاجها الدرس الجاي. أي حاجة أس صفر بتساوي 1 ما عدا صفر أس صفر. يعني عندنا سالب 3 أس صفر هيساوي الواحد، 2 أس صفر هيساوي 1، سالب 5 أس صفر هيساوي 1. يبقى أي حاجة أس صفر بتساوي الواحد. وبرضك خليك متفق إن الواحد بيساوي أي حاجة أس صفر، عشان ديت هنحتاجها. الواحد بشكله على مزاجي، الواحد بيساوي أي حاجة أس صفر. جميل. طب لما يكون عندي الأس سالب، القوة اللي فوق سالبة، ديت معناها إيه؟ معناها إن هي تحت. يعني 2 أس سالب 2 فإحنا بنقلب، عامل لك أهو علامة بنقلب. إن شاء الله هتلاقي البي دي إف ده في قناة التليجرام بتاعتنا. 2 أس سالب 2 يعني 1 على 2 أس 2، يعني هي فوق، هي واقفة كده فوق بالسالب بالقوة السالبة، يبقى كده معناها إن هي تحت، تنزل تحت. يبقى 1 على 2 أس 2 اللي هي هتساوي 1 على 4. صعب الكلام. نخش بقى، دي الحاجات اللي احنا كنا محتاجينها من قبل كده. نخش بقى على درسنا، وهي هو يا مستر قوى القوى. حاجة سهلة قوي يا شباب. قوى القوى ديت لما يكون عندك 2 أس 3 الكل أس 4، يعني عندك قوة وقوة، أس وأس. فدي كده معناها إيه؟ معناها إن 2 أس 3 اتعادت أو اتضربت في نفسها كام مرة؟ 4 مرات. يعني 2 أس 3 في 2 أس 3 في 2 أس 3 في 2 أس 3. طب مش دي كده أساسات متشابهة؟ يا مستر أساسات متشابهة. يعني ممكن آخد الأساس وأجمع الإيه؟ الأسس. 3 زائد 3 6 زائد 3 9 زائد 3 12. طب يا مستر مفيش طريقة أسهل؟ في طريقة أسهل. إيه يا مستر؟ أول ما تلاقي قوة مرفوعة أس قوة يبقى تاخد الاتنين دول تضربهم في بعض. يبقى احنا هناخد التلاتة نضربها في 4 فتبقى 2 أس 12. 2 أس 12. يبقى كده يا شباب دي مهمة، هو ده موضوع درسنا. ايه أس ام؟ أس ان يبقى هتضرب ام في ان. صعب الكلام يا شباب؟ مفيش أي حاجة صعبة، الدنيا تمام جدا جدا جدا. وخلي بالك برضك إن احنا عندنا لما يكون أس مرفوع لضرب او لقسمه احنا بنوزع الاس ده. يعني ايه يا مستر؟
يعني لما يكون عندي A في B مرفوعة لأس N، الأس دوت أنا ممكن أوزعه مرة على A ومرة على B. يبقى الأس لما يكون مرفوع لحاجتين مضروبين في بعض، لما يكون الأس مرفوع لحاجتين مضروبين في بعض أنا ممكن أوزعه، مرة آخد ال N على ال B ومرة آخدها على ال A. هنا نفس الكلام في القسمة، لو هي مرفوعة لأس N فهي ممكن نقول A أس N B أس N. بس خلي بالك الطريقة دي ما ينفعش على الجمع، ما تنفعش على الجمع ولا الطرح، يعني ما ينفعش أوزع الأسس بتاعتي على الجمع ولا الطرح. طب ما تيجي كده نشوف أمثلة ونشوف هنحل إزاي. معانا أول سؤال بيقول لي اختصر كل مما يأتي إلى أبسط صورة. ركز، أنا دلوقتي عندي أهو جذر 3 أس 2 أس 3، يعني دولت كده قوة لقوة فهمسكهم واضربهم في بعض، يبقى كده جذر 3 مرفوع ل 2 في 3 ب6. في جذر 3 دي مش هعمل فيها أي حاجة. طيب عايزين برضك نفتكر شوية حاجات. هنا دي سالبة ودوت أس فردي، الأس الفردي يطلع سالب ولا موجب؟ لا يا مستر، الأس الفردي بيطلع لي الإشارة هي بيغيرليش الإشارة. الأس الزوجي هو اللي بيطلع لي إشارة دايما موجبة، يبقى السالب ده أنا هطلعه بره خالص عشان ما يقرفنيش. وجذر 3 أس 5 هتفضل تحت جذر 3 أس 5. حبيب قلبي ركز معايا، احنا هنا فوق بنضرب أساسات متشابهة وتحت مفيش حاجة، بس ديت بسط ومقام يعني اسم. طب ايه رأيك مش كله نفس الأساس؟ جذر 3 جذر 3 جذر 3. طب ايه رأيك لو انت خدت جذر 3 1؟ ايوه وبعدين يا مستر اي حاجة فوق حطيتها بالموجب، اي حاجة تحت حطها بالسالب. يعني ايه؟ يعني انا فوق اهي 6 اهي، زائد هنا ايه 1 يبقى زائد 1، تحت ناقص 3. يبقى اي حاجة فوق في البسط تاخدها بالموجب، اي حاجة تحت في المقام بتاخدها بالسالب. طب وبعدين اجمع دولت كده كلهم فتبقى سالب جذر 3 أس 2. واحنا فاكرين من زمان قوي 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 لما كنا بناخد جذر 3 معناها ان احنا نشيل الجذر مع الايه؟ مع التربيع. وعايزك برضو تبقى عارف ان الجذر ده معناه ان انت تقسم الأس على 2. تقسم الأس على ايه؟ على 2. فكده الجذر 3 الجذر هيروح مع التربيع هيتفضل لي في الاخر سالب 3، وده الناتج بتاعي. طب ده كده مثال واحد. طب يلا يا شباب نشوف تاني سؤال معايا. اكس اس 2 اس 4. تعالى كده واحده واحده شباب، انا عايزك تتعود من دلوقتي اهو من بدايه السنه اي مساله تشوفها تقف دقيقه فكر انت هتعمل ايه في خطواتك، ما تحلش على طول. اول حاجه انا وقفت اهو شفت ان في عندي قوه للقوه، يعني اكس اس 2 اس 4 فخليتها اكس اس 2 في 4 ب 8. في انا شايف دلوقتي الدنيا ايه بتحلو شويه، هنا اكس اس سالب 1 اس 3 فاضرب سالب 1 في 3 فتبقى اكس اس سالب 3. انا عندي اساسات خلي بالك اساسات ايه متشابهه. طب وتحت اكس اس 5 دي ما فيهاش اي حاجه نعملها، واكس اس سالب 1 برضك ما فيهاش اي حاجه نعملها. هنا بقى عندك طريقين ممكن ايه تمشي فيهم، يا اما زي ما احنا اتفقنا هنا انه احنا عندنا كل الاساسات اكس فتخلي الاكس واللي فوق موجب واللي تحت سالب، يا اما تختصر تطلع السالب فوق والموجب تحت وهكذا. طب يا مستر انت هتحلها بأني طريقه؟ انا هحلها بالطريقه بتاعتي ان انا هكتب واحده اكس واحط كل اللي عندي موجب فوق وتحت سالب. يعني انا هنا 8 بالموجب يبقى انا هحطها موجب، فوق سالب 3 خلي بالك هي المفروض تبقى زائد سالب 3، خلي بالك كل اللي تحت بالسالب يعني سالب 5 وسالب سالب 1، كل اللي تحت بالسالب كل اللي فوق بالموجب. طيب هيساوي اكس اس 8 ناقص 3 5 5 ناقص 5 0 1 يبقى اكس اس 1 اللي هي باكس. صعب الكلام يا شباب؟ سهل جدا يا مستر. تعال نشوف المثال اللي بعد كده. يلا يا شباب مثال رقم 2 اول سؤال معايا بيقول لي 2 اكس اس 2 واي الكل اس سالب 2. رائع. في سالب 2 واي اس 2 في 3 اس 3 يعني. هنعمل ايه هنا يا مستر؟ تعالى انا عندي حد مرفوع لاس سالب 2. هنعمل ايه؟ 2 اس سالب 2 انا هوزع اهو ده كله مضروب فانا هوزع السالب 2 يبقى 2 اس سالب 2 واكس
مرفوعة ل2 هرفعها لسالب 2، فبقت اكس 2 في -2 يعني بسالب 4، واي أس -2. ده كده أول حاجة، أس -2 يا ولد. ماشي. في يا مستر -2، خلي بالك -2 مرفوعة ل2 في 3 يعني -2 أس 6، واي أس 2 في 3 يعني واي أس 6. طب ركز بقى، احنا عندنا هنا بنضرب أساسات متشابهة، نشوف احنا عندنا ايه أساسات متشابهة. تعالى هنا 2 وهنا -2. طب ايه رأيك لو انا شلت -2 ده خالص، شلت السالب؟ ليه يا مستر؟ الأس زوجي، واحنا قلنا الأس زوجي يشيل السالب. خلاص جميل. فبقى عندي هنا 2 وهنا 2 هاخدها مرة، وسالب 2 زائد 6 فتبقى 2 أس 4. طيب انا عندي هنا اكس بس ما عنديش هنا اكس، خلاص يبقى اكتب اكس زي ما هي. واي أس -2 واي أس 6 يبقى واي أس 4. 2 أس 4 يعني 2 في 2 في 2 في 2 يعني هتساوي 16. يبقى الناتج الأخير 16 إكس أس -4 في واي أس 4. عايز تسيبها كده ماشي، عايز تسيبها بالمنظر ده ماشي، عايز تشيل الإكس أس -4 وتنزلها تحت برضك ماشي، يعني نمسحها من هنا ونكتبها تحت إكس أس 4. دي صح ودي صح، يبقى كده هو الابسط صوره بتاعه المساله. طب تعالى نشوف رقم 2. فوق كله مضروب الاس 3، يبقى انا هشتغل في البسط الاول. 3 اس 3 27، اكس اس 2 اس 3 هنضربهم 2 في 3 ب 6 يبقى اكس اس 6. رائع. واي اس 3 في 3 يبقى واي اس 3 في 3 ب 9. احنا كده خلصنا البسط. تعالى على المقام. المقام فيه حاجه ممكن نعملها ولا اي حاجه؟ زي ما هو اكس اس 4 واي اس -2. عندي فوق 27 تنزل زي ما هي لان مفيش حاجه تحت تتقسم عليها. اكس اس 6 واكس اس 4، خلي بالك ده بسط ومقام مقسومه يعني نطرح، يعني اكس و6 ناقص 4 2، واي اس 9 واي اس -2. خلي بالك تحت سالب يعني معناها موجب، يعني هنا 9 زائد 2 اللي هي ناقص ناقص 9 ناقص ناقص 2 يعني 9 زائد 2 يبقى واي اس 11. وده كده ابسط صوره. تعالوا يا شباب نشوف مثال رقم 3. بيقول لي 9 اس 2 ان ناقص 1 في 18 اس 1 ناقص 4 ان على 36 اس 2 ناقص 3 ان. عايزك قبل اي مساله تقف دقيقه كده وتشوف انت هتعمل ايه. انا مش شايف اي اساسات ولا متشابهه ولا اسس ولا قوى القوى ولا اي حاجه، بس انا ممكن افكر تفكير تاني. ممكن اخلي التسعة ديت 3 اس 2 صح؟ اه يا مستر. وال18 ممكن اخليها 9 في 2 والتسعة 3 اس 2. طب وال36 4 في 9 والاربعة 2 اس 2 والتسعة 3 اس 2. طب ما تيجي كده ننفذ التسعة فبقت 3 اس 2 الكل اس 2 ان ناقص 1. جميل. في ايه بقى؟ 18. مش ال 18 2 في 9 اللي هي 3 اس 2 بالظبط، الكل اس 1 ناقص 4 ان على 36. مش ال 36 4 في 9 والاربعة 2 اس 2 اهي، في التسعة 3 اس 2 الكل اس كام؟ 2 ناقص 3 ان. كل ده بيساوي، هتعمل ايه يا مستر؟ قوى القوى 3 اس 2 هضرب الاتنين في الايه؟ في كل ده. تعال فبقت 3، تعال اهو 3 اس 2 في 2 4 ان ناقص 2 في 1 ب2 في الاتنين. هناخد دي هوزع الاسس، هوزع ده مره هنا يبقى 2 اس 1 ناقص 4 ان في 3 وهضرب الاتنين 2 في 1 ب2 و2 في 4 ب8 ناقص 4 ان. صعب؟ سهله جدا. طب وهنا نفس الكلام هوزع الاس على الضرب فبقت 2 اس 2 ونضرب الاتنين هنا فبقت 2 اس 2 في 2 ب4 و2
في سالب 3 بسالب 6 ان في 3 أس 2. 2 في 2 ب4 يبقى 3 أس 4 ناقص 6 ان. طب وبعدين يا مستر هعمل ايه؟ مش بقى عندك دلوقتي اساسات مشابهه 3 و3 و3 2 و2. ايه رايك لو جمعتهم؟ اقوم خليت التلاتة فبقت 4 ان ناقص 2 وهنا 2 زائد 2 ناقص 8 ان ناقص. خلي بالك بقى من الناقص اللي جايه دي، انا ناقص 4 اهي ناقص 6 ان ناقص سالب 6 ان، يعني انا هخليها موجب 6 ان. ده كده التلاتة في الاتنين 2 أس 1 ناقص 4 ان. خلي بالك ناقص 4 زائد 6 ان. لا يا مستر انا مش فاهم حته زائد. بص يا حبيب قلبي، فاكر زمان لما كنت بتاخد كده سالب اهو مضروب في 4 ناقص 6 ان، فانت هتضرب السالب جوه، تضربه مره في الاربعه فتبقى سالب 4، وتضربه مره في سالب 6 ان فتبقى موجب 6 ان. تمام؟ تمام. بعد كده هنعمل ايه يا مستر؟ تعالى بقى نجمع. جمع عندنا هنا 4 ان 8 ان 6 ان وهنا 4 ان و6 ان. جمع كل الكلام ده. تعالى هنا اهو 3 أس 4 ان ناقص 4 ان فبقت سالب 4 ان زائد 6 ان فتبقى 2 ان، يبقى 3 أس 2 ان. الأعداد بقى سالب 2 موجب 2 خلاص راحوا، سالب 4 فتبقى سالب 4 في 2 أس سالب 4 ان موجب 6 ان يبقى 2 ان 1 ناقص 4 فبقت سالب 3. كده صعب الكلام يا شباب؟ لا كده خلاص مفيش أي حاجة ممكن نعملها. بعد كده قال لك ثم اوجد القيمة العددية عند ان بتساوي 2، يعني هنشيل كل ان ونحط 2 يبقى عند ان تساوي 2 هتبقى 3 أس 2 في 2 ناقص 4. خلي بالك دي كده هتساوي 0 في 2 في 2 ناقص 3. دي خلي بالك بقت 3 أس 0 ده كده بواحد بيساوي 4 ناقص 3 1 يبقى كده الناتج كله ب2. صعب الكلام يا شباب؟ يبقى احنا كده استفدنا ايه من المسألة دي؟ استفدنا ان احنا كل مسألة نشوفها نحاول ندي نفسنا فرصة نفكر في الحل بتاعنا. طيب مثال رقم 4 بيقول لي هنا اكس أس ان بتساوي 2، ده معطيات هو مديها لك، وواي أس ان بتساوي 3، فما قيمة المقدار اكس أس 2 واي أس 3 ان؟ ايه رأيك لو وزعنا ال ان دي هنا؟ يعني بقت اكس 2 ان وبعدين واي 3 ان. ايوه يا مستر احنا كده استفدنا ايه؟ استفدنا كتير. استفدنا ان اكس اس ان هو مديهاني بكام؟ ب2. فايه رايك لو انا ربعت الطرف ده وربعت الطرف ده؟ يعني بقت هنا 2 ان وهنا اس 2 يعني هتساوي 4. يبقى كده الحته ديت بتساوي 4 اهي. طب واي اس 3 ان نفس الكلام. ايه رايك لو كعبت هنا فبقت 3 ان وهنا 3 تكعيب؟ ليه هتساوي 27 و4 في 27 4 في 7 ب 28 8 ومعايا الاتنين 4 في 2 ب 8 و2 10 يبقى 108. صعب الكلام؟ يبقى احنا برضك هنا الحته دي لازما تخلي بالك منها. في برضك طريقه تاني ان احنا نخلي ديت اكس اس ان الكل اس 2، يعني نفكها القوه احنا بقى، وديت هتبقى 2 و2 اس 2 ب4. دي طريقه ودي طريقه، اللي حابب تمشي بيها. تعال نشوف يا شباب مثال رقم 5 بيقول لي غرفه ارضيتها مربعه الشكل طول ضلعها. يعني انت عندك غرفه مربعه الشكل طول ضلعها 2 اكس اس 3 واي اس 2. جميل، وحده طول. جميل. يراد طبلتها، يعني عايزين نبلطها ببلاط مربع الشكل، يعني البلاط برضك مربع الشكل. طول ضلع كل بلاطه اكس واي اس 2 وحده طول. كم بلاطه تحتاجها لتغطيه ارضيه الغرفه بالكامل؟
يعني انا دلوقتي محتاج مساحه حاجتين، محتاج مساحه الغرفه ومحتاج مساحه البلاطه الواحده. طب ليه يا مستر؟ عشان لما اقسم مساحه الغرفه على مساحه البلاطه هعرف انا هستخدم كام بلاطه، وعاوز يعرف كام بلاطه هنحتاجها. يبقى احنا دلوقتي محتاجين ايه؟ محتاجين اول حاجه مساحه الغرفه، مش هي على شكل مربع؟ والمربع من المساحه بتاعته طول الضلع تربيع، يبقى انا هربع 2 اكس اس 3 واي اس 2 الكل تربيع. طب وزع، يلا 2 اس 2 ب4 واكس اس 3 اس 2 يعني اكس اس 3 في 2 يعني اكس اس 6 واي اس 2 في 2 يبقى واي اس 4 وحده مربعه. دي كده ايه يا مستر؟ دي كده مساحه الغرفه. جميل. طب احنا كده محتاجين مساحه البلاطه. مساحه البلاطه هنعمل ايه؟ نفس الكلام، ما البلاطه مربعه الشكل يبقى هناخد طول ضلع البلاطه مربع، يبقى اكس واي اس 2 تربيع، فبقت اكس تربيع واي اس 4. دي كده وحده مربعه برضه. كده احنا عملنا ايه؟ جبنا مساحه الغرفه وجبنا مساحه البلاطه. طب احنا عايزين نعرف كام بلاطه، يبقى كده عدد البلاطات. هنقسم بقى مساحه الغرفه كلها على مساحه البلاطه الواحده، يعني 4 اكس اس 6 واي اس 4 على اكس اس 2 واي اس 4. خلي بالك واي اس 4 مع واي اس 4 والاربعه دي هتفضل هنا اهو، واكس اس 6 على اكس اس 2 اطرح 6 ناقص 2 4، يبقى كده هنحتاج 4 اكس اس 4 بلاطه. صعب الكلام؟ طيب تعالى كده نحل اكتر ونشوف التمارين اللي معانا. بيقول لي اول سؤال عندنا في التمارين اختر الاجابه الصحيحه. دلوقتي مهمتك المسائل اهيت، وقف الفيديو حل المسائل وبعد كده تعالى نشوف هنحلها ازاي مع بعض. اول سؤال يا شباب بيقول لي 3 اس 4 اس 2، يعني هنضرب 4 في 2 فتبقى 3، 4 في 2 ب 8 فتبقى 3 اس 8. ركز بقى في السؤال اللي جاي ده عشان ليه كذا طريقه. في ناس ممكن تقول لك جذر مع التربيع يتشال فيتفضل لي 5 اس 4، دي طريقه. والطريقه الثانيه جذر 5 ويضرب 2 في 4 فبقت جذر 5 الكل اس 8. واحنا اتفقنا من اول الحصه ان الجذر معناه ان احنا نقسم على الاثنين، جذر تربيعي نقسم على الاثنين، جذر تكعيبي نقسم على الثلاثه، فهنا نقسم على الاثنين فتبقى برضو 5 اس 4. تمام، عندك طريقه وادي طريقه. بيقول لي هنا رقم 3 2 اس 2 في 3، يعني هنضرب 2 في 3 فبقت 2 اس 6 اهي، يعني 2 في 3. تمام. رقم 4 ركز، احنا هنوزع دلوقتي الأس على الضرب فنخلي سالب 3 أس 3 يعني هتبقى سالب 8، وإكس أس 3 في وإكس أس 2 في 3 يعني إكس أس 6 واي أس 3 ونشوف الناتج ده هو فين، يبقى سالب 8 إكس أس 6 واي أس 3 هتبقى رقم ب. تعال نشوف رقم 5. بيقول لي أي مما يأتي يساوي A أس 4 أس 7، فإحنا هنعمل إيه؟ نضرب 4 في 7 يبقى A أس 28. أعتقد مفيش أسهل من كده، درس سهل جدا. طيب تعال نشوف السؤال التاني معايا. بيقول لي اوجد كل مما يأتي في أبسط صورة. تعال كده نشوف الحل. أول سؤال بيقول لي 3 اكس اس 3 في 2 فتبقى اكس اس 6 في اكس. طب ما الاساس متشابه يبقى نجمع الاسس فتبقى اكس اس 7. رقم 2 a اس 4 في 3 يعني a اس 12 في a اس 2
برضك الاساسات متشابهه نجمع الاسس، يبقى A اس 14. رقم 3 نوزع يا شباب الاس على الاساسات، فتبقى 2 اس 2 4 و2 اكس اس 3 في 2 يعني هتبقى اكس اس 6 واي اس 4 في 2 يبقى واي اس 8. طب يلا يا شباب نحل شويه تمارين تاني. بيقول لي هنا اوجد قيمه كل مما ياتي في ابسط صوره. تعالى كده خلاص احنا بقينا كويسين جدا في قوى القوى. هنضرب هنا التلاتة في سالب 2 فتبقى عندي 5 اس 3 في سالب 2 بسالب 6 في هنضرب هنا 5 في 2 ديت في 2 في 2 ب4 يبقى 5 اس 4. طبعا هنا الاساس شبه الاساس فياخد الاساس مره واحده تمام. وهنا سالب 6 زائد 4 فيساوي 5 اس سالب 2 اللي هي هتساوي 1 على 5 اس 2 اللي هي هتساوي 1 على 25. طبعا في واحد هنا ممكن ايه يحول من هنا، يعني ممكن يقول لي هنا 5 اس سالب 6 ديت انا هخليها 1 على 5 اس 6 تمام. بس احنا بنضرب على طول ونجمع ونتعامل مع السوالب بالآلة. طيب تعالى هنا السؤال الثاني بيقول لي سالب 7 اس 3 اس 5 يبقى سالب 7 و3 في 5 ب 15 في 7 و2 في سالب 7 بسالب 14. طبعا احنا لما نيجي نضرب نعمل ايه؟ خلي بالك انا هنا باخد الاساس، باخد الايه؟ هنا يا شباب طبعا في سالب فهنحطها و7 هناخدها مره و15 ناقص 14 هتبقى 1 وطبعا الواحد مش بنكتبه. طيب رقم 3 بيقول لي هنا خلي بالك بقى واحده واحده. احنا بنعمل ايه يا مستر؟ هنشتغل على البسط لوحده وبعد كده المقام لوحده. هنا بيقول لي 2 اس 11 اس 2 فنضرب طبعا ال 11 في 2 فتبقى 2 اس 22 في 2 اس 3 دي طبعا ما فيهاش مشكله. و2 برضو نفس الكلام هضرب 6 في 3 فتبقى 6 في 3 ب 18 في 2 اس 4. طيب خلي بالك المستر محمود قال لي ممكن تشتغل بدل ما الاساسات كلها متشابهه ممكن تكتبها مره واحده بس وتعمل ايه؟ اي حاجه فوق موجبه اي حاجه تحت بالسالب. يعني 22 زائد 3 ناقص 18 ناقص 4 فيساوي احسب معايا 25 ناقص 18 7 ناقص 4 3 يبقى 2 اس 3 و2 اس 3 ب 8. صعب الكلام يا شباب؟ طيب تعالى كده نشوف شويه مسائل كمان. بيقول لي هنا المره دي اوجد قيمه كل مما ياتي في ابسط صوره. نفس الكلام هتعامل مع البسط لوحده والمقام لوحده. طيب سالب 3 و5 في 6 ب 30. ايه ده يا مستر؟ ده كده الاس بقى 30 يعني الاس زوجي فاحنا ممكن نعمل ايه؟ نشيل السالب ده خالص فتبقى 3 اس 30 في 3 اس 2 هتفضل زي ما هي و3 اس سالب 2 هتفضل زي ما هي في 3 اس 6 في 6 يعني 3 اس 6 و30. نفس الكلام الاساسات كلها متشابهه. طب خلي بالك في تركايه، خلي بالك مستر محمود قال لي حط الاساس اهو وبعدين اي حاجه فوق بالموجب اي حاجه تحت بالسالب. يعني 30 زائد 2 خلي بالك ناقص بس هنا سالب 2 فهتبقى ناقص يعني موجب 2 ناقص ال 36 هتساوي 34 ناقص 36 سالب 2 يعني تبقى 3 أس سالب 2 ليها 1 على 3 أس 2 ليها تبقى 1 على 9. طيب رقم 5 مثال مهم جدا، مثال في كتاب المدرسة ومهم جدا. ليه يا مستر؟ لأن أنا عندي المرة دي الأساسات مش متشابهة فأنا هعمل إيه؟ يا مستر؟ خلي بالك مش الأربعة ديت 2 أس 2 يا مستر. طيب والستة مش 2 في 3 يا مستر. كمان الستة دي 2 في 3 يعني أنا هعمل إيه يا مستر؟ خلي بالك أنا دلوقتي هخلي الأربعة دي 2 أس 2 أس إكس زائد 2 فبقت أساس الإيه؟ القوى يعني أساس مرفوع لأس كمان فنضرب 2 في إكس 2 في 2 تمام في
2 في 3 الكل أس 3 زائد إكس. فبقى عندي الأساس مضروب في الأساس ومرفوع الأس، فأنا ممكن أوزع الإيه؟ الأس على نفس الكلام 2 دي نخليها 2 في 3 برضك مرفوعة لإيه؟ ل 2 إكس زائد 3. هنعمل إيه يا مستر؟ ظبط. اديني هظبط اهو 2 اس 2 اكس زائد 4 2 و2 في اكس ب 2 اكس زائد 4 في انا هوزع الايه؟ الاس على الاساسات، يعني تبقى 2 اس 3 زائد اكس في 3 اس 3 زائد اكس، وتحت 2 اس 2 زائد 2 اكس زائد 3 في 3 أس 2 اكس زائد 3. طيب وبعدين يا مستر هنعمل ايه؟ خلي بالك الأساس المتشابه هناخده، يعني فين؟ ادي أنا عندي اهو 2 و2 و2، تعالى ناخدها. فتبقى 2 اكس زائد اكس اهي، يعني 3 اكس ناقص 2 اكس يعني هتبقى اكس واحدة، 4 زائد 3 ناقص 3 هتبقى زائد 4 في 3 أس 3 زائد إكس 3، وهنا إكس ناقص 2 إكس يعني هتبقى سالب إكس، وهنا خلي بالك 3 و3 خلاص راحوا، يبقى ده كده الناتج بتاعي. صعب الكلام يا شباب؟ يبقى احنا بنفك الإيه؟ بنفك الأساس. عرفت أفكه؟ عرفت. يعني مثلا 36 أعرف أفكها؟ يا مستر أنا ممكن أخليها 4 ب9 والأربعة أخليها 2 أس 2 والتسعة 3 أس 2. فأنا عرفت أفك كده ال 36 ببسطها لإيه؟ لأبسط حاجة أنا ممكن أشتغل عليها. طب تعالى نشوف هنا. طبعا هنا جذر ال5 مرفوع ل3 و2، هنعمل إيه؟ يبقى جذر 5 مرفوع لكل الأس 6 في جذر 5 على السالب طبعا هيطلع بره خالص، وهيبقى جذر 5 مرفوع لكل ايه؟ الأس 5. هنعمل ايه يا شباب؟ خلي بالك هنا كل الأساسات ايه؟ متشابهة، فهتبقى تاخد السالب طبعا اللي بره خالص وهتاخد جذر 5، هتاخد الجذر 5 أي حاجة فوق بالموجب 6 زائد 1 ناقص 5، فتبقى سالب جذر 5 الكل أس 2. واحنا متفقين في أول الحصة إن الجذر بيتقسم على الاتنين فتبقى 5 أس 1، يبقى سالب 5. تاني يا مستر عشان الحتة دي مفهمتهاش، الجذر هو يا شباب لما يكون في أس مرفوع ليه والأس ده هو جذر تربيعي، فأنا بقسم الأس ده على 2، ف2 على 2 ب1 وهو يتشال، يعني أنا بشيل الجذر مع التربيع. طيب بيقول لي هنا اختصر برضك لأبسط صورة. هنعمل إيه؟ أنا عندي هنا ده كله مرفوع لإيه؟ لأس 2. 4 أس 2 4 في 4 ب16، وإيه؟ أس 4 مرفوع لأس 2 يعني تبقى إيه؟ أس 4 في 2 ب8، والبي أس 3 و3 في 2 ب6، والسي مرفوعة لإيه؟ أس 2. كده دوت أبسط صورة. كمان واحدة، طبعا دوت فردي فالسالب هتفضل 2 أس 3 ب8 ام أس 5 أس 3 يعني هتبقى 5 في 3 ب15، ان أس 4 في 3 4 في 3 ب12. طيب وهنا يا مستر خلي بالك خلص ديت وبعد كده خلص ديت. سي أس سالب 2 في 3 يعني هتبقى سالب 6، في هنا طبعا دوت أس زوجي والأس الزوجي بيشيل السالب، و2 أس 2 ب4، وسي 5 في 2 ب10. هنعمل ايه يا مستر؟ هنا طبعا 1 فهتبقى 4 في 1، وهنا سي وسي هناخدها مرة واحدة، و10 ناقص 6 هتبقى 4، هيبقى الناتج بتاعي 4 سي أس 4. جميل جدا. طيب مثال بردك مهم جدا بيقول لي ايه؟ اختصر كل مما ياتي الى ابسط صورة ثم اوجد قيمة الناتج عند اكس بتساوي 1. عند اكس بتساوي 1. طب هنعمل ايه؟ مستر محمود معودني
لو لقيت حاجة ينفع اختصرها هختصرها. يبقى أنا هعمل كده، الأربعة خليها 2 أس 2 أس إكس. طب ما خلاص يا مستر بقى احنا كبار عارفين احنا 2 هنضربها في الإكس، فهتبقى 2 أس 2 إكس. خلاص أنا عارف. تعالى بس كده نخلي دي بلون مختلف عشان تبقى أنت عارف إن دوت الأس بتاعك. طيب وبعدين طبعا دي ما فيهاش أي اختصار، يبقى إكس ناقص 4. طيب وال 16 خلي بالك إن أنا عندي الأساسات كلها 2. طب ال 16 ينفع أخليه 2 أس حاجة؟ ال 16 2 أس 4. يبقى كده ال 16 دي هتبقى 2 أس 4. وأنا خلاص راجل كبير عرفت إن الأربعة هتتضرب في كل ديت. هنعمل إيه يا مستر؟ هنضرب 4 في إكس فتبقى 4 إكس ناقص 4 في 2 ب 8. فبقت عندي الأساسات كلها متشابهة. طب أنا هعمل إيه؟ خدها مرة واحدة. أي حاجة فوق اجمعها. يبقى 2 إكس زائد إكس ناقص 4 إكس. هنا مفيش حاجة، سالب 4 سالب 8 يعني زائد 8. خلي بالك عشان هي سالب 8 تحت فأنا خليتها زائد. طيب يعني هتبقى بتساوي 2 أس إكس 2 إكس زائد إكس 3 إكس ناقص 4 إكس فتبقى سالب إكس. سالب 4 زائد 8 فتبقى زائد 4. طبعا هو بيقول لك عند إكس بتساوي 1. هعمل إيه يا مستر؟ شيل الإكس وحط 1 فهيبقى بيساوي 2 أس سالب 1 زائد 4 يعني هيساوي 2 أس 3 يعني اللي هي هتساوي 8. يبقى كده المقدار يساوي 8. صعب الكلام يا شباب؟ طيب مسألة كمان بيقول لي ايه؟ بيقول لي 4 أس إكس. خلاص احنا خلاص بقينا شطار. هنعمل ايه؟ 4 2 أس 2 فتبقى 2 أس 2 إكس. تمام. والتسعة 3 أس 2 يعني في 3 أس 2 فهضرب الاتنين في كل ده اللي هو 2 ناقص إكس ده فتبقى 4 ناقص 2 إكس على الستة دي أنا هخليها 2 في 3 وارفعها للأس اللي هو ال 2 إكس. يعني أنا هوزع بقى على الضرب فتبقى 2 أس 2 إكس في 3 أس 2 إكس. خلي بالك أنا عندي حاجة فوق وحاجة تحت نفس المقدار بالظبط 2 أس 2 إكس و2 أس 2 إكس دولت بالسلامة. فيتفضل لي 3 4 ناقص 2 إكس ناقص 2 إكس فهتساوي 3. مفيش هنا حاجة تتجمع مع الأربعة. وبعدين سالب 2 إكس وسالب 2 إكس تبقى سالب 4 إكس عند إكس يساوي 1. يعني هنشيل إكس ونحط 1 فتبقى 3. 4 ناقص 4 في 1 يعني 4 ناقص 4 فتبقى 3 أس 0 و3 أس 0 بواحد. يعني كده المقدار بيساوي كام؟ مقدار يساوي 1. صعب الكلام يا شباب؟ طيب تعالى نشوف كمان مثال. طب يا شباب يلا نحل نشوف رقم 3. طبعا دي زي اللي فوقيها بيقول لي عند إكس تساوي 1. هنعمل إيه؟ خلاص بقينا شطار. 4 ديت 2 أس 2 ف2 هنضربها في الإكس يعني هتبقى 2 أس 2 إكس في ال 49. ال 49 دي كام أس كام؟ يا مستر ال 49 7 أس 2 فهتبقى 7 أس 2 بس الاتنين هضربها في إكس ناقص 1 يعني هضرب 2 في إكس ناقص 2. ضربت 2 في 1 ب2. طيب تعالى كده هات ال 98 دي. 98 يا مستر كام في كام؟ 98 كام في كام؟ 98 بتساوي 2 في 49 وال 49 7 أس 2 يعني أنا كده يا مستر خليتها 2 في 7 أس 2 يعني أنا كده حليت المشكلة. 2 في 7 أس 2 الكل أس إكس. طب مش ده ينفع أوزعه على الضرب فهخلي 2 أس إكس في 7 أس 2 إكس. فبقى عندي أساس زي أساس وأساس زي أساس
فاعرف دلوقتي اعمل ايه؟ هاخد الاساس مرة واحدة وفوق 2 اكس وتحت اكس هاخدها بالسالب في 7 فوق 2 اكس ناقص 2 وتحت ناقص 2 اكس. 2 اكس ناقص اكس باكس واحدة يعني هتبقى 2 اس اكس في 2 اكس وسالب 2 اكس راحوا مع بعض فتفضل لي 7 اس سالب 2. طبعا هعوض عند اكس بتساوي 1 فهتبقى بتساوي 2 اس 1 في 7 اس 2 يعني هيساوي 2 على 49 عشان ديت ب49 بس بالسالب فنزلتها تحت. طيب تعالى كده نشوف اخر مثال معانا في حصتنا. بيقول لي هنا طبعا دوت برضو بيقول لي عند اكس تساوي 1 هنعمل ايه يا مستر؟ ركز معايا. انا عندي هنا 15 دي مستحيل تبقى حاجه اس حاجه وهنا 75 وانا عارف ان ال 75 بتساوي 15 في 5. انا بس بفكر معاك بفكر هعمل ايه. طب يا مستر انت ما جيتش جنب الجذر. ماشي اصل الجذر ده هعمل فيه ايه؟ هضرب 3 في 2 اكس فتبقى جذر 5 في 3 في 2 ب 6 اكس وبعدين في 15 هسيبه زي ما هو اكس ناقص 1 وتحت هخليها 5 في 15 5 اس اكس. طب يا شباب هنا بيقول لي جذر 5 اس 6 اكس. طيب انا هقسم على الاتنين واشيل الجذر ف6 على الاتنين فيها التلاتة فكده هتبقى هتساوي 5 اس 3 اكس في 15 اس اكس ناقص 1 على 5 اس اكس في 15 اس اكس. هنعمل ايه يا مستر؟ هناخد الاساسات المتشابهة فتبقى 5 اس 3 اكس ناقص اكس وبعدين في 15 اكس ناقص 1 ناقص اكس فديت هتساوي 5 اس 2 اكس وديت هتساوي 15 واكس هتروح مع الاكس فتبقى 15 اس سالب 1. طبعا عند اكس بتساوي 1 فهتبقى 5 اس 2 في 1 في 15 اس سالب 1 هتساوي 5 اس 2 يعني ب 25 و15 اس سالب 1 يعني ب 15. هاتها في ابسط صوره فهتساوي 5 على التلاتة. وبكده يا شباب يبقى احنا وصلنا لنهايه الدرس بتاعنا. درس جميل وخفيف وظريف. عايزك تذاكر وتبدا السنه جد ان شاء الله وعشان تجيب مجموع عالي واشوفكم ان شاء الله في الدرس الثاني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.